السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم كيك هماوي دايزو الكلام، كيجي لذيذ ورائع جدا. بما ان وليداتنا ما تيبغيوش تينا الكيك ديال التفاح، هنايا غادي ندير لكم بواحد الطريقه اللي غادي ياكلوه لكم وما غاديش يعرفوا واش التفاح. بالمكسرات كيجي رائع، كيجي زوين بزاف. كيك غزال اللي كلاه عندي تيحمق عليه. كنتمنى تبعوا معايا الفيديو وتبعوا جميع المراحل باش ينجح لكم ويجي على هذا الشكل. مهم انت تقطعوه، راه يحسب لكم بحال اللي راه بسبوسه في الاول وهو راه غير كيك عادي. بالنسبه للمقادير، عندنا 4 البيضات اللي كيكونوا بدرجه حراره المطبخ، كاس لاروب ديال السكر، كاس ديال الزيت، كاس ديال الكوك، وهذا الكوك راه تيعطيه واحد اللذه عجيبه، حك ديال ياغورت. عندنا هنا 4 معالق ديال الملحه راه كتقاد الكيك وكتعطيه اللذه. 3 الخمارات، فانيا بالنسبه للخميره راه عندنا 21 غرام. هنا غادي نحتاجوا واحد المعلقه ديال الخل. صافي. بالنسبه للتزيين غادي نحتاجوا ليه شويه ديال المكسرات. هنا عندي الشوكولاط، عندي شويه ديال الكركاع مقطع، شويه ديال اللوز افيلي، شويه ديال اللوز عادي مقطع، وهنا كنحتاج واحد الساشيه ديال الفاني مع معلقه السكر اللي كنديرهم من بعد، ونص معلقه ديال القرفه اولا حتى المعلقه صغيره. وغادي نحتاجوا بالطبع التفاح اللي هو الاساس ديال هذه الوصفه. بالنسبه للدقيق غادي نحتاجوا 2 كيسان ديال العنبه و2 معالق يعني 240 غرام. اول حاجه كناخذوا الخلاط اولا المولينكس، كنديروا فيها 4 ديال البيضات. البيضات دائما يكونوا مخرجينهم من الثلاجه قبل باش ينجح لكم الكيك. غنضيف لهم 4 معالق ديال الملحه. هنا راه الملحه راه ماشي كثيره، راه هي هذيك، وساشي ديال الفاني. الا عندكم سائل استعملوا معلقه. غنزيد لهم كاس لاروب ديال السكر، وغادي نطرب كل شيء حتى كينسجم ليا الخليط وكيبيض شويه. من بعد كنعاود نحل عليه وكنزيد الياغورت. هنا انا استعملت بالنكهه ديال الفاني، نتوما استعملوا النكهه اللي بغيتو، كيجي فيها البنان والفاني بجوج زوينين. ومن بعد انا كنطرب وانا كنضيف الزيت هكا على شكل خيوط بحال اللي كنطلعوا المايونيز، حتى كنسالي داك الزيت اللي عندي كامل وكينسجم مزيان مع الخليط. كيولي عندنا داك الخليط بيض. من بعد غادي نمشيو نرجعوه في البول اللي غادي نخدموا فيها ان شاء الله. الخليط كيولي بيض، ما كتبقاش فيه ديك الصفوريه. هنا راه كيكون الخليط مزيان، يعني البيض غنسجم مع باقي العناصر ولا تيكستور ديالته تكون شويه ثقيله. غنضيف ليه واحد المعلقه ديال الخل كيخلي واحد الهشاشه زوينه في الكيك. ومن بعد ضفت ليه كاس ديال الكوك. انا هنا راه عندي الكوك ميدم زوين. وغادي نضيف شويه ديال الدقيق شويه بشويه. الكاس الاول زدت معاه غير شويه حتى ندخلوا داك الكوك مزيان في الخليط. عاد غادي نبدا نضيف الدقيق بالتدريج. هنا غادي نكمل الكاس الاول يعني 100 غرام الاولانيه حتى غندخلها مزيان في الخليط، وغادي نزيد 100 غرام الثانيه. ما كنديروش الدقيق دفعه واحده لحقاش حنا مستعملين الكوك، وكيف ما كتعرفوا الكوك تنشف العجينه في ساعه الا كان كيشرب. كنمشيو معاه بشويه بشويه باش يبقى عندنا الخليط يعني متحكمين فيه. هنا تقريبا زدت 2 معالق من الكاس الثالث. غادي نضيف لهم 3 ساشيات ديال الخميره، كل ساشيه من فئه 7 غرام، وغادي نخلط مزيان داك الخليط حتى كنحصلوا عليه على هذا الشكل. هنا غيبان لكم الخليط بحال اللي ثقيل، هو راه ماشي ثقيل. كيف ما كتعرفوا الكوك كيتقل الخليط. من بعد خديت واحد لومول، انا كيعجبني هذا ديال الالومنيوم ثقيل، كيطلع الكيكه زوينه محمره من الداخل من التحت ومن الفوق، كتجي زوينه احسن من ديال الدجاج. كندهنو مزيان، كونوا سخين شويه في الزبده حيت ما غنستعملش الدقيق، ما غنغشوش. صافي. وكنخوي فيه الخليط. هانتوما كيف كتشوفوا الخليط راه مهوي مزيان، ودوك الحبيبات اللي تيبانوا لكم راه غير ديال الكوك، يعني راه حنا مخلطين الكيكه مزيان. صافي. كنصبوها في المول. شوفوا هنا معايا الخليط راه عمن غير النص ديال المول. من بعد غادي ندوزو للمرحله ديال التزيين اللي غادي نحتاجو ليها التفاح اللي قشرته، وغادي نحكو في الجهه الغليظه.
هنا عندي التفاح البلدي داك الصغير، استعملت 5 ديال التفاحات. الا عندكم تفاح كبير استعملوا غير جوجات كبار. هنا منين تنحكوه بهذه الطريقه راه الوليدات ما تنتبهوش ليه وتياكلوه. هنا كنتو غتحتفظوا التفاح بزاف، عصروا عليه شويه د الحامض. انا راه مباشره كيف ما حكيتو زدت عليه واحد المعلقه ديال السكر والفاني ومعلقه ديال القرفه وحركتهم مزيان، خلطت كلشي مع بعضياته وغادي نديرو على الوجه ديال الكيكه. كيف قلت لكم التفاح الا حكيتوه قبل ما تخلطوا الكيك، من الاحسن انكم ترشوا عليه شويه د الحامض. بالنسبه للمكسرات استعملوا اي حاجه عندكم. انا هنا خديت واحد المعلقه ديال اللوز افيلي، شويه د الكركاع وجوج معالق هكا ديال اللوز العادي اللي قطعته وشويه الشوكولاط الا ما عندكمش هذا استعملوا غير طريفات. صافي هنا خديت المول وزعت داك التفاح على الوجه ديال الكيك. شوفوا هنا ردوا معايا البال، شوفوا الكيك قداش راه غير النص ديال المول، ومن بعد ما غادي طيب غادي يبان لكم انها وصلت على الحد ديال المول، يعني الحجم ديالها راه كيتضاعف. صافي هنا من بعد ما درت فوق منها داك التفاح كامل غادي نوزع على دوك الفواكه الجافه. هنا استعملوا اي حاجه عندكم، لا عندكم كاوكاو حتى الزبيب الا عندكم رطبوه في شويه ديال الزهر ورشوه، ما تستعملوش ناشف حيت كيتحرق. صافي ها الكيك ديالي موجود. هنا غادي ندخلو الفران اللي تيكون بارد، انا ما تنسخنش الفران من قبل. كندخل الكيك عاد كنشعل الفران وتنسد عليه. هنا من بعد ما طابت شفتوا الكيك تبارك الله شحال على جات على قد اللومول، يعني الحجم ديالها تضاعف على 2 ديال المرات. هنا غنقلبها لكم باش تشوفوا انها جات طيبه من التحت ومن الفوق. شوفوا تبارك الله كي كتبان مهويه وزوينه. صافي هنا درتها في الصحن ديال التقديم. غادي يبقى لينا غير التزيين النهائي. شوفوا الجوانب ديالها كيف جات طالعه تبارك الله وزوينه كتشهي. غير هكذا ممكن نقدموها، ولكن انا غادي نزيد عليها واحد الاضافه. غادي ناخذ شويه ديال الكراميل اللي زدته مع دانيت كراميل ودرت عليها هكا خطيطات غير باش نزيدها واحد شويه ديال الديكور وصافي. ما بغيتوش تستعملوه بلاش. صافي كان الشكل ديالها النهائي هو هذا، جات زوينه بزاف ولذيذه. هنا الا ما بغيتوش ديروا ليها الكراميل من الفوق ممكن تزينوها بخطوط ديال الشوكولات، اولا ممكن دهنوا لها الوجه ديالها غير المربى لا كونفيتور، اولا ممكن الا عندكم الناباج حتى هو كدهنوا لها الوجه، كتسخنوه شويه ودهنوه بالشيتا راه كتعطي واحد اللمعه خطيره وكتجي زوينه في كاع الاحوال. كنتمنى اقتراح ديال اليوم ينال الاستحسان ديالكم، وكنضرب لكم موعد في فيديو قادم.